الكام جهاز اللي قصادي دول بيطلعوا اكتر من مليون فولت. اللي انتوا شايفينه يا جماعه قصاد عينيكم دلوقتي دي اجهزه تسلا كان بيحاول يغير بيها التاريخ. تخيل يا جماعه الفيشه اللي عندنا في البيت بتطلع 220 فولت بس، لكن دول مع بعض بيطلعوا الرقم ده كله. ده غير ان التردد بتاع الكهرباء بتاعتها ممكن يوصل لمليون نبضه في الثانيه. ولو انت مش مصدق كلامي، انت محتاج 15000 فولت عشان الكهرباء تنط سنتي واحد في الهواء. فلك ان تتخيل جهاز واحد من دول بالمنظر اللي انت شايفه ده ممكن يطلع كام فولت. تسلا يا جماعه كان عايز يغير التاريخ ويعمل اختراع يخلينا ننقل الكهرباء وايرلس. فكرته ببساطه ان هو كان عايز يخلي طاقه الكهرباء تطلع من برج واحد زي اللي انتوا شايفينه قصادكم ده، وينقل الكهرباء للعالم كله ويخليها تعدي المحيطات. يعني تخيل حياتنا دلوقتي من غير كل الابراج اللي احنا بنشوفها على الطرق دلوقتي، وكل السلوك وكل المصاريف والمحولات اللي موجوده عندنا دلوقتي. عشان كده الاجهزه دي اسمها التسلا كويل. ابسط حاجه يا جماعه انا جربتها لما جبت الابراج اللي هو كان عايز ينقل من خلالها الكهرباء زي ما انتم شايفين كده، وحطيت عليها لمبه صغيره وبدات ان انا اتنقل في الاستوديو بتاعها، ولقيت ان الكهرباء بتاعتها بتوصل لي. احنا كده في مكان بعيد خالص عن التسلا كويل ومنور. طبعا الموضوع ليه حسابات كتير ومعقده، بس لما لقيت الاجهزه دي ما بين ايدي وكشخص بيخاف موت من الكهرباء، قررت ان انا استغلهم واعمل بيها تجارب انا اول مره اعملها في حياتي. واوعدكم اللي انتوا هتشوفوه في السلسله دي مش موجود على السوشيال ميديا كلها. ففكروا وقولوا لي عايزين نعمل ايه بالتسلا كويلز وانا هجربه لكم. نسيت اقول لكم الاختراع الجميل اللي احنا هنعمل عليه تجارب ده للاسف ملوش اي 60 لازمه وما نجحش، بس هيعمل لنا تجارب حلوه قوي. لان سيادته لما جه يجرب التجربه كل الطيور اللي كانت في المدينه ماتت. ايه الراجل ده؟